نفتتح الجلسة العلمية الثالثة الأولى في هذا اليوم مع ابتسام الوسلاتي. مرحبا بك ابتسام. ابتسام أستاذة بالمعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي بتونس، وهي باحثة في الأدب التونسي، وأنا أعتقد أنها اختارت طريقا فريدا من نوعه لأن وهذا جزء من علاقتنا الإشكالية بالتراث، لأن القليل من في الجامعة التونسية يختص الأدب التونسي للأسف قليل. ابتسام هي من هؤلاء القلة الذين لم يحتفظوا بالأدب التونسي وانكبوا عليه. فمن مؤلفاتها الهامشية في الأدب التونسي تجربة جماعة تحت السور صدرت سنة 2019، وقد نالت جائزة زبيدة بشير عن هذا الكتاب. نعم، أستاذة ثريا نرحب بها. إذا في سنة 2021 ستقدم لنا ابتسام مداخلة حول قصتها مع هذا الكتاب. كتاب وضعه زين عبد السوسي، صور حية من كنوز الأدب التونسي. محمد العريبي كاتب طريف جدا، مهم جدا. قرأت له رجل الرماد، وهو مجموعة قصص جميلة جدا تعرض حياة تونس في الأربعينات، حياة العاصمة في الأربعينات، وخاصة العلاقات بين النساء والرجال. إذا ستحدثنا عن مغامرتها مع هذا الكتاب. إليك الكلمة ابتسام، وشكرا على رغبتك، على حرصك على المشاركة وعلى شكرا جزيلا. إذا الصوت واصل نستعمل باش نسجل ممكن نسجل هسه كيف شكرا جزيلا أستاذة رجاء. أهلا وسهلا بكم. شكرا على الدعوة الكريمة التي وجهت للمشاركة في هذا الملتقى. أشارك اليوم بمداخلة حول تحقيق تراث محمد العريبي المشهور، دراسة كوديكولوجية لمخطوط صور حية من كنوز الأدب التونسي محمد العريبي لمؤلفه زين عبد السوسي. أشكر أستاذة رجاء على هذه المداخلة الافتتاحية التي وضعتنا في دائرة أو الأسئلة المركزية التي يجب أن تطرح اليوم، وسأتناول هذا التراث من منظور مختلف. لا يتعلق الأمر بممارساتنا وطقوسنا، وإنما يتعلق الأمر بما نقرأه وبما نكتب. وأشير هنا إلى مسألة المخطوطات. تعد المخطوطات خزانة الذاكرة المعرفية للأمة، وتشكل جزءا مهما من ذاكرة الشعوب، فهي تكون الموروث الثقافي والتاريخي لها. وفي سياق الجهود الحديثة الرامية إلى استنتاق هذا التراث تبرز أهمية الدراسة الكوديكولوجية بوصفها منهجا علميا رسميا لا يكتفي بقراءة متن المخطوط، بل يغوص في كيانه المادي بوصفه أثرا تاريخيا وحضاريا. ويأتي المخطوط صور حية من كنوز الأدب التونسي محمد العريبي في سياق إعادة المساءلة النقدية بآثار الأديب التونسي محمد العريبي المخطوطة والمشهورة، وذلك عبر تجاوز عطب الذاكرة الجماعية الذي خلفته السرديات التقليدية، ومن خلال تبني المنظور الكوديكولوجي الذي يجعلنا نتعامل مع محمد العريبي
باعتبار أعماله أثرا ماديا قاوم النحو والنسيان، وإن أهمية هذه الدراسة تكمن في قدرتها على ربط المخطوط بسياقه الزماني والمكاني وتسليط الضوء على جانب من جوانب التراث المجهول بمحمد العريبي الذي لم تنله يد التحقيق بعد. وتكمن الإشكالية الأساسية في إبراز كيفية الانتقال من مجرد الحفظ الساكن للنص الذي يحول المحقق إلى حال التراث إلى التثمين الديناميكي الذي يربط مادية المخطوط الأدبي برهانات القراءة النقدية من منظور البيولوجيا، فيصبح المحقق مفككا للشفرات الثقافية. ومن هذا المنطلق سنطرح تساؤلا مركزيا مفاده كيف يمكن لعملية تحقيق الوثيقة الأدبية المتمثلة في مخطوط صور حية من كنوز الأدب التونسي محمد العريبي في صيغته الرقمية أن تتحول إلى أداة لصوت الذاكرة الوطنية وإعادة بناء الهوية الثقافية التونسية. وقد اعتمدنا في هذه المداخلة مقاربة بينية تتقاطع فيها البيولوجيا مع التاريخ الثقافي. الهدف من ذلك محاولة إبراز أن تحقيق الأثر ليس مجرد عمل تقليدي، بل هو فعل ثقافي يسهم في صوت الذاكرة الجماعية وإدراج المدونات المنسية في صلب التاريخ الثقافي التونسي. الحقيقة عندما سأتحدث عن المخطوط ليس في صيغته المادية التي كانت الأستاذة رجاء بصدد عرضها، لأنه سأتعامل معه باعتباره مخطوطا رقميا، يعني وكيف سياق المغامرة التي خضتها في التعامل معه. وأبدأ بالإطار التمهيدي خلفية المخطوط وسياقه. يشتمل هذا المخطوط مدار اشتغالنا على مختارات الأدب محمد العريبي الذي ولد سنة 1915 وتوفي سنة 1946. جمعها زيد عبد النسوسي من الصحف التي نشر فيها العريبي إنتاجه الإبداعي المتنوع من قصائد وأغاني وقصص ومقالات صحفية كانت تصدر في جرائد الزمان والسرور وصبرا والصندوق وتونس ومجلات العالم الأدبي والمباحث. فإن أهمية هذا المخطوط تنبع من كونه يعد خطوة جديدة للتعريف بمحمد العريبي والتعرف على مدوناته وضبطها ضبطا كاملا وتسليط الضوء على مرحلة مهمة من الحياة الفكرية والأدبية خلال الثلاثينات القرن العشرين. وصلت الثقافة التونسية بروح خلاقة دعت إلى التحرر الفكري وآمنت بضرورة التحديث والتحديث. ظروف العثور على هذا المخطوط. لقد تم العثور على هذا المخطوط المجهول في الرصيد التونسي لدار الكتب الوطنية الذي يضم جملة من الآثار الأدبية التي تمثل جزءا من التراث التونسي المهدد بالتلف. وفي إطار حرص دار الكتب الوطنية على العناية بالمخطوطات الحديثة والمعاصرة وسعيها الدؤوب للتعريف بها وبما جادت به قراء أحمد التيعي هذه الأرض الطيبة والإعطاء على اختلاف مشاربها، حاولت جمع التراث وحفظه وتعهده بالصيانة ضد النسيان، لأنه يضم تراثا إبداعيا زاخرا يستدعي التوقف عنده وتصفحه بأناد وصبر. وفي هذا السياق أطلقت دار الكتب الوطنية لما كانت الأستاذة رجاء على رأس هذه المؤسسة أطلقت أهم مشروع للتعريف بالتراث المكتوب، ولهذا المشروع الرقمي بعد بيداغوجي وعلمي يهدف إلى التعريف بأهم ما أنتج في البلاد التونسية تعميما للفائدة وتثمينا للتراث التونسي المكتوب وتشجيعا على البحث فيه وحرصا على تحقيق ديمقراطية المعرفة ولا مركزيتها. وقد وصلت الأعمال فيه إلى نسبة 75% تقريبا وشارك فيه أكثر
صور حية من كنوز الأدب التونسي. محمد تكلم عنه بتنشر على منصة متحف التراث المكتوب من طرف الأستاذة رجاء أسامة في إطار ما اكتشفته من درر ونفائس موجودة في المخازن وغير متاحة للباحثين والباحثات بسبب عدم إمكانية الوصول لها. وكان هذا التكليف على خلفية تخصصي في جماعة تحت الصوت ومحمد العريبي أحد أبرز أعمدتها. سأذكر شهادة التاريخ يومها كلمت الأستاذة رجاء قائلة أنه حقق بكتاب تنحالفكم على جماعتك وخليه ولا يدار بس على جماعتك لأنه سنعود ذكروني إن نسيت علاش على جماعتك. ليس التعريف بصاحب الأثر من هو زين العابدين السنوسي. وعبد زين العابدين السنوسي مولود سنة 1901 والمتوفي سنة 1965 أحد أبرز أعمدة النهضة الفكرية والأدبية في تونس خلال النصف الأول من القرن العشرين، وقد أسميته عراب الأدب التونسي. ويتنزل هذا المخطوط في سياق المشروع الذي آمن به السنوسي في ضرورة التعريف بالأدب التونسي من خلال التشجيع على نشر الأعمال الأدبية التونسية والتعريف بالمبدعين. وكانت له جهود جديدة في التاريخ للنهضة الأدبية في تونس في المرحلة التي تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر وإلى حدود منتصف القرن العشرين. كما ركز السنوسي على التراجم الأدبية التي تتناول أعلاما بالدراسة والتحليل من قبل شخصية محمود عبادو وابن أبو قاسم الشيبي، بعضها منشور والبعض الآخر من الآثار المخطوطة التي لم تنشر بعد، مثلها كمثل هذا المخطوط الذي نتناوله اليوم والذي يحتفل فيه بشخصية محمد علي. نمر الآن إلى الوصف الكوديكولوجي لهذا المخطوط. إن أهمية هذا المخطوط في صيغته الرقمية. أنا لم ألمس المخطوط أبداً ولم أتحصل عليه في صيغته الورقية. تعاملت مع المخطوط في صيغة رقمية صرف، وإلى اليوم طلبت دار الكتب على الأقل برؤية المخطوط رؤية عينية، ولكن للأسف لم أتمكن من ذلك. الكتاب نشر والمخطوط حقق وأنا لم أرى أبدا المخطوط في صيغته الورقية بنفع أهمية الرقم. صحيح. إن أهمية هذا المخطوط في صيغته الرقمية لا تنبع فقط من كونه إضافة نوعية لمدونة العلم الفكرية، وبذلك فإن رقمنته في إطار حفظ الذاكرة الوطنية، بل تكمن في قيمته الكوديكولوجية حيث أسهمت الرقمنة في تحويله من صورته الورقية الهشة إلى صيغة رقمية عالية الدقة. ومن هذا المنطلق يكون دور المنهج الكوديكولوجي أن يخدم عملية التحقيق العلمي من حماية هذا الأثر المهم من التلف وإتاحة إمكانية وصول الباحثين والباحثات له بدلاً من أن يظل حديث الأرشيف، وذلك عبر إعادة قراءته كمصدر لإنتاج المعرفة نحو فهم أعمق لطبيعة المشهد الثقافي خلال النصف الأول من القرن العشرين. بناء عليه يهتم هذا العلم بدراسة مظاهر الصناعة الأولية والأسئلة التي يفترض أن تسهم في الإجابة عنها هي: كيف ومتى وأين صنع هذا الكتاب؟ ولأي غاية تم إنجازه؟ ومن هو مستكتبه؟ فعلم المخطوطات يهتم إذن بإظهار شروط الإنتاج الأولي للمخطوط الذي صنع بطريقة تقليدية ومحاولة شرح. بالنسبة للتشريح المادي المخطوط الذي نحققه اليوم ومؤلفه الذي نتحدث عنه اليوم ومؤلفه زين العابدين السنوسي، وهو موجود في صيغة رقمية ومادية بدار الكتب الوطنية بتونس تحت عنوان 00184، يشتمل على 88 ورقة مرقمة بخط اليد. الصيغة الرقمية ذات جودة عالية في التصوير تتميز بوضوح الخطوط مما يسهل أمر قراءته. غلاف الكتاب
صور عوضا عن صورة للأستاذ زين العابدين السويسري. وقد أكد جون مالون عالم الخطوط القديمة الفرنسي أنه لا يمكن القيام بتقويم كامل لرسالة كاتب دون النظر إلى الغلاف الخارجي للموضوع الذي نقل لنا الرسالة عبر سنة. الخط يجمع بين الكتابة على آلة الكتابة، بما أن زين العابدين السويسري كان مؤسس مطبعة العرب وهي أول مطبعة في تاريخ تونس. كان يجمع بين الكتابة على الآلة الكاتبة وخط يد الناسخ. النصوص التي أدرجها السنوسي في المخطوط راوح فيها بين إثبات تواريخ نشرها والإمضاء حينا وإخفائهما أحيانا. وقد قمنا بمقارنة نصوص المخطوط بمدلولاتها الصادرة في الصحف والمجلات التي نشر فيها محمد العريبي إنتاجه المتنوع، وقد اعتبرناها نسخا رئيسية مكملة لبعضها البعض، وتم توضيح الفروق في الهوامش. أما الاختلاف بين النسخ فكان في بعض الأحاديث اختلافا جوهريا، حتى ذهبنا إلى أن السنوسي لم يراجع المخطوط، ونحن لا نعلم إن كان ينوي بنشره أم لا، وهل دقق النصوص أم لا، والغالب عندنا أنه لم يفعل ذلك. كلمات عديدة كانت مجرد من التنقيط ولم يتضح معناها إلا بعد بحث واستقصاء، وهنا أحيي الأستاذ فاروق العمراني لأنه كان يعني رفيقا في هذه التجربة في مستوى البحث عن النقاط وعن تنقيط الحروف. نحن نقول دائما وضع النقاط على الحروف حتى تتضح الأمور. هذه حروف كانت بلا نقاط، ومن هذا المنطلق يصبح البيديكولوجي بمثابة الخبير في مادة المكتوب، وبالتالي يتعامل مع المخطوط على اعتبار أنه قطعة أثرية ما يسمى بالاركيولوجي مانسكريبت، فتشبه طريقة العالم الأثري الذي يحاول إعادة بناء القطعة الأثرية المكتشفة. تضمن المخطوط كثير من الجمل والفقرات التي تم شرحها سواء في متن النص أو في الهوامش، وقد دارت أغلبها حول جماعة تحت السور وحول نواديها مثل نادي المجانين، وهو واحد من نوادي جماعة تحت السور التي لم تسعفنا المراجع بذكر تفاصيله ومن كان من رواده، وفي حين أنه السنوسي يذكر قائمة كاملة لأعضاء نادي المجانين، ولكن بعد ذلك يقرر شطبها. وبالعودة إلى تاريخ يعني يتساءل هنا المحقق لماذا تم شطب هذه التفاصيل، فرأينا أنه بالعودة إلى تاريخ صدور المقال الافتتاحي في المخطوط بقلم السنوسي لجيته قد قرأه في حصة إذاعية بعد مضي 13 سنة على وفاة محمد العريبي، بمعنى سنة 1900 الذي توفي سنة 1946 تخليدا لذكرى، أي أن المقال تم قراءته سنة 1959. وقد اتسمت هذه المرحلة برفض المجتمع بجماعة تحت بالإضافة إلى عجزهم عن الاندماج في نسيج المركز. وبذلك فإن شطب السنوسي بالتفاصيل المتعلقة بجماعة تحت السور يتعلق بالضوابط الأخلاقية، أنه لا يمكن الحديث عن هذه الجماعة في حصة إذاعية متاحة للعموم، وبالتالي فإنه محاولة فهم ومحاولة يعني إعادة قراءة هذه التعليقات التي وقع شطبها يمثل خطوة أساسية لفهم بعض التفاصيل المتعلقة بهذه الجماعة. علامة على ذلك فقد خصص السنوسي صفحات منفصلة للتعليقات والحواشي كتبها بخط يديه، وهو أحيانا يشير إلى الصفحات المعنية بالتعليق. وبما أن المنهج البيديكولوجي يكتسب أهميته من حيث أنه دراسته كل أثر لا يرتبط بالنص الأساسي وإنما بحث في العناصر المادية للمخطوط، وبعبارة أخرى هو علم يهدف إلى دراسة كل ما هو مكتوب في الهوامش من شروح وتصحيحات، نظرا إلى القيمة التوثيقية لهذا المخطوط، وبحكم معرفة صاحبه بالجماعة فقد اكتسبت الهوامش أهمية قصوى في تحقيق الفائدة للقاء وتسليط أضواء
على تفاصيل هذه الجماعة التي طويها النسيان بحكم قلة الاهتمام بأساميها في إثراء الأدب التونسي منذ الثلاثينات وإلى حدود الاستقلال، مما أدى إلى غياب التاريخ لأصحاب التجربة ولولا تدوينهم لذكرياتهم لضاعت تفاصيل كثيرة تهم حياتهم وإبداعهم. بالنسبة لي الإطار الجديد والسياق المخطوط، ونتحدث هنا عن علاقة هذا المخطوط بسيرة حياة محمد علي. يكتسب هذا المخطوط الرقمي لزين العابدين السنوسي أهميته من حيث أنه لا يمكن فصله عن حركية التاريخ وسياقاته الثقافية، فهو يعد حلقة وصل جوهرية في مسيرة الجديد التونسي محمد علي. جاء بمئة مثال عن زاوية غير مطروقة من زوايا حياته العاصفة بالأحداث، وكشف اللبس عن نقاط مطلق غامضة في حياته كثر حولها التقنيات. من ذلك إبداع نقاط مثلا من بين التفاصيل التي جاءت في هذا المخطوط والعد مهمة جدا في الحديث عن محمد علي، أنه كان يستعمل اسما مستعارا وهو اسم ابنه توماس، وبالعودة حتى على دعاوي نفس الصديق، ويعني كان رفيقه في جلسات تحت الصورة في حياته عامة يتساءل من الذي لقبه بهذا الاسم ومن أين جاء ابن توماس هذا؟ فالسنوسي هنا يحدثنا عن تفسير مهم، يقول أنه السيد النزير هو الذي أطلق عليه لقب ابن توماس. يقول وطاب لي هذا السنوسي يتحدث، يقول وطاب لي أن أصيف سنة 1933 في ضاحية حمام الأنف. محمد علي كان يسكن في حمام الأنف. يقول حيث كان الأستاذ السابق نزير يسكن، وكان يحيد عني وأعيد عنه هذا السنوسي، فعرفته بالنشأ الذي أي عرفه بمحمد علي الذي لم يكن قد فارق هيئته ولباسه إلى اللباس الفرنسي. ففي تلك الهيئة أطلق عليه الأستاذ لقب ابن توماس، فأصبح معروفا به في الأوساط الأدبية واتبعه بنفسه، فأصبح ينبذ به أدبه الذي يشك في حسن قابلية المجتمع لحريته. يعني هنا السنوسي يقدم لنا شهادة ربما يعني حتى أصدقاء العليمي حينها لم يكن لهم علما به ليعرف أهمية هذا المخطوط. بالنسبة الآن لعلاقة المخطوط بالإنتاج الفكري العلمي، ما هي الإضافة التي قدمها هذا المخطوط بالنظر إلى مسيرة العلمي الإبداعية؟ لم يقتصر المخطوط على المسيرة الإبداعية للعلمي، بل سلط الضوء على تفاصيل إنتاجه الفكري، فقد تضمن مجموعة من الشهادات المهمة التي أضاءت جوانب عدة في حياة محمد علي لا نعثر عليها في غير هذا المخطوط، وتتأتى أهميتها لأنها وردت على لسان معاصرين. نجد شهادة لسيد عبد السنوسي، شهادة لعلي الطعاجي، وشهادة لمحمود المسعدي الذي جمعته به صداقة المدينة في مجالس تحت السور. وهذا يؤكد علاقة محمود المسعدي بهذه الجماعة وقد كانت علاقة وثيقة جدا. كما ضم هذا المخطوط الجماعة السنوسي من نصوص محمد علي المتفرقة، وكان الشعر فيها حاضرا ب 12 قصيدة، السجل 4 قطع، القصص 7 نصوص، وكذلك مقالات وعددها 8 مقالات. ولكن ما هي الخصوصية في هذا المخطوط؟ أن هناك نصوص تنشر لأول مرة، وحتى النصوص التي ذكر السنوسي أنها موجودة في أعداد مثل جريدة الزمان وكل شيء بالمكشوف، بالعودة إلى رصيد هنا الموجود في دار الكتب الوطنية من هذه الأعداد لا نجد لها أي أثر، وبذلك فإن هذا المخطوط انفرد بنشر أزجاج قصائد وكذلك قصص ولأول مرة. إذا ثم بالتالي هذا المخطوط جزء مهم من تراث محمد علي المجهول، وبذلك
وبذلك فتح يعني نافذة على آثار لم يكن القارئ له سابق عهد بها، كما أنه حسم الجدل في عدة تفاصيل كانت مسار اختلاف بين البيت. ما ذلك مثلا؟ هي كثيرة التفاصيل. سأختار مثلا أغنية ميغريكا. هذه الأغنية هي لمحمد علي. قال السنوسي أنها لمحمد علي، وبنعود إلى تاريخ الأغنية وما أثاره من جدل وجدنا أن هناك اختلاف قائم حول تاريخ كتابة هذه الأغنية، علما أنها لم تسجل على استواء. حسب التأكيد الباحث هيكل الحزم الذي أفرد مقالا للحديث عن تاريخ أغنية النيجريتا في مقال وسمه النيجريتا وملعون تحت السور. ماذا يقول؟ أكد أن هذه الأغنية كتبت بمناسبة زيارة الفنانة جوزيفين بيكر إلى تونس، وقد أثبت جل الباحثين الذين تحدثوا عن هذه الأغنية هذا الأمر. من ذلك أن محمد الديكي ذهب إلى أنها كتبت ورحلت سنة 1940، واعتبر فاخر الرئيسي مؤلف كتاب تضحية خير الفن والشجن أنها تعود إلى سنة 1935، في حين أن هيكل الحزبي يذهب إلى الاحتمالات على اعتبار أن التصديق في التاريخ الأول بمعنى سنة 1934 ينفي إمكانية زيارة جوزيفين بيكر لتونس. أما التاريخ الثاني وهو سنة 1935 فقد ارتبط بزيارة خاطفة قامت إلى هذه الفنانة لتصوير فيلم ولم تؤدي عروضا في المسارح. وفي سياق ذلك المتعلق بالبحث عن تاريخ هذه الأغنية ذكر الحسنين الزاوي في كتابه محمود بير التونسي الأشعار التونسية نصا كتبه بير بمناسبة حضوره لعرض غنائي راقص أحيته جوزيفين بيكر لقاعة البلماريون تونس العاصمة سنة 1936 صحبة محمد الدريدي ومحمد علي، بمعنى أن هيكل الحزبي يقول كتبت سنة 1933. بعض الإخوة من الباحثين سنة 1934 سنة 1935. حسن السيرعي يقول أنه لم يكتبها محمد علي أصلا، كتبها محمود بير التونسي. يأتي السنوسي ماذا يقول؟ يقول بأنه كتب هذه الأغنية هو العلي وكتبها عندما سافر إلى برازيل يعمل هناك مذيعا، ويقول هناك أنشأ أدبه الأسود على حد عبارته ومنه قصة الرماد وأغنية النيجريتا. يعني ولذلك سأعود إلى كلمة إجماع. من هنا يأتي عمل كوديكولوجي لأنه عندما يتعامل مع مخطوط في اختصاصه معنى أنه يملك الخريطة المعرفية للجماعة، وبالتالي هو يركب قطعا ولا يبحث عن الحقيقة، هو يركب قطعا أثرية. ها أننا أضفنا تفصيل آخر من التفاصيل التي كانت مثار اختلاف بين الجانبين. صحيح ما قاله السنوسي خاطئ، ليس هذا دور الكوديكولوجي. دور الكوديكولوجي أن يقدم التفاصيل، بعد ذلك الحقائق تلك أمر آخر. بالضبط. وهكذا يتحول الكوديكولوجي إلى مؤرخ يعمل على جمع البيانات النصية ومجموعة العناصر التي تؤدي إلى بلورة الفرضية. فالمنهج الذي يأتي بالضرورة مع مرحلة الكشف والوصف الأساسي للحس الكشفي يستوجب صفات علمية نادرة وحدثا رهيبا جدا. أما ما قبل ذلك فكان يجب على عالم المخطوطات والكوديكولوجي أن يعطي مراقبة الكلمة الأولى. أختم مداخلتي بعلاقة هذا المخطوط بالحركة الثقافي. تتجاوز قيمة هذا المخطوط حدود التعريف بالمسيرة التعليمية وبالإنتاج الفكري، لتشير القراءة المحيطة بالنص إلى أنه صنف في مرحلة تاريخية اتسمت بالحركة الثقافي في النصف الأول من القرن العشرين، وتحديدا في ملاخات جماعة تحت السور الساخطة. بناء عليه فإن نتج الغبار عن مخطوط السنوسي المجهول ليس مجرد استعراض كوديكولوجي صعب، بل هو واجب
ووفاء بن جيل كتب بدمه وحبره تاريخ تونس الثقافي. وللمطلع على النصوص العريضة المدرجة في هذا المخطوط يلاحظ أن السنوسي التقى منها تلك التي تعبر عن التزامه بالكشف عن معاناة الطبقات المسبوقة والمستبعدة من دائرة الفعل والقرار المدفونة بأثقال الحياة، آفاقها مسدودة وأحلامها موقوفة وآبالها مبتورة. شأنه في ذلك شأن أصحابه وخدامه من جماعة الدستور، فقد كان الظرف عسيرا والجو العام خانقا على إثر لبوس سياسي وخيبة وطنية ألقت بظلالها على البلاد والعباد، واستعمار في عنفوانه معتد بقوته وبطشه. لقد عبر السنوسي عن محنة هذا الكتيب المكبول وعيا منه بالدور الذي يؤديه المثقف في زمانه المفجع والمشوش بوصفه منتجا فكريا مهمته الأساسية تعزيز الوعي الثوري للطبقة التي ينتمي إليها وما بين الرؤية التدبيرية والواقع المحكوم بالاستعمار وهو الرجعية. يتحول الاغتراب من حالة شعورية إلى عزلة نقدية، حيث يصبح المثقف غريبا في وطنه لأنه يترك التصالح مع الوقت. وقد عجز عقل العريقي وروحه عن تحقيق هذا التصالح، فداه في بلاد الأرض الواسعة كيان الجسد واللحم والدم، وظل مجهودا إلى أهله بعقله وروحه، وعاشرهم بخياله، يهاجرهم بجسمه، يعاني آلام غربته من برزته إلى باريس حيث توفي هناك. لذلك دعا السنوسي لضرورة التعاون على تخليد آثاره ونشرها في النفوس الناشئة. وقد رحل العريقي وفي نفسه شيء من الأسى على ما لقيه من نكران وجهود، وهو مؤمن أن عبقريته تحلق في سماء الأفكار وأجنحته تفوق سيره على أرض البشر، على حد عبارة الأديب الفرنسي علي دعاجي زعيم جماعة الدستور. وهذا ما كان يريده، ولو كان وجد في عهده اعترافا حقيقيا بوجوده كان يكون أوسع إبداعا مما كان وأغنى. يقول السنوسي أسفا على هذا الجهود والنكران الذي عرفه العريقي في حياته ومماته، وقد مضى على وفاته اليوم 13 سنة. كلام السنوسي لم يهتم فيه تونسي واحد بإخراج كتاب واحد عنه. وفي ختام مداخلتنا نقول إن المخطوط الذي بين أيدينا اليوم في صيغته الرقمية هو رسالة مشفرة عبرت إلينا عبر عقود النسيان لتذكرنا بأن في خزائننا كنوز المعرفية تعاني من الرطوبة والحشرات والاضطراب، تحتاج إلى ترميم ومعالجة رقمية. وفي هويتنا فجوات لا يرممها إلا عزم الباحثين والباحثات للتوجه نحو الخزائن والرفوف المنسية، فثمة براق كامل ينتظر من يفك مغارقه ويزيل عنه غبار السنين. فتتحول هذه المخطوطات من وثيقة جامدة إلى قاعدة بيانات معرفية، وتكون هذه القراءة النصية للمخطوط عتبة أولى لا لتوثيق الماضي فحسب، بل إعادة الروح إلى تيار الفكري التونسي الأصيل حرك بجرأته وبكيريته سواكن عصره، ولا يزال تأثيره في الثقافة التونسية حاضرا إلى اليوم. وتكون هذه النسخة الرسمية سبيلا لإعادة اكتشاف محمد علي من باب الوفاء والذكرى، وهو القائل في آخر سجن نظمه قبل وفاته: يا لندرا مازال شي اسم يذكر، يا لندرا مازال يتفكر. فيتحدث عن تونس قائلا: يا للاية، يا تونس الخضراء، يا مغلاية، يا مرتع المزلان والغناية. نمحي هالمكتوب اللي يتذكر، ولازم نحج ونبوس حجار وحناية ونطلب
وبرضاك ورحمتك وكفاك. شكرا.